ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده حبيت اشارككم موضوع مهم جدا، ان الوز باض الحمد لله ما شاء الله. ودي مش اول مره، ده هما بايدين من يوم الجمعه. واحده باضت يوم الجمعه والتانية يوم السبت، الاتنين باضوا مع بعض ما شاء الله. والحد قطعوا النهارده باضوا. هما بيبيضوا يوم ويوم لأ، ممكن يقطعوا يومين، ده عادي ما تقلقيش. واحنا بنشيل البيض من تحتهم، يعني تجيبي جردل وتحطي فيه شويه تبن وتحطي فيه البيض. في ناس بتسيب البيض، بس احنا يعني بنشيله استحراس وكده. ولازم تكوني حاطه لهم البرنيكات جنب الحيطه، وحاطه لهم حاجه مداريه، ما تسيبيش الدنيا مفتوحه خالص، حاجه مداريه زي كده. وانا كنت جايبه لهم ورق كرنب، هما بيحبوا الحاجه الخضرا جدا. برسيم بقى، ورق كرنب، ورق جرجير، ورق خس، اي حاجه، بس هما بيعشقوا الحاجه الخضرا، بيحبوها جدا. وازاي تعرفي ان هما قربوا يبيضوا؟ تلاقيهم بطنهم ساقطه لتحت خالص. هيبان دلوقتي من الجنب ساقطه خالص. هطلع الوز التاني، احنا عازلين دول لوحدهم والوز التاني لوحده. هتلاقي التاني مفيش حاجه نازله خالص، ده باين عليها جدا ان هما يعني خلاص بتبين. واهم حاجه لازم تعرفيها، ما تغيريش مكان اللي هما بيبيضوا فيه، لان ممكن ما ترقدش. لان هي حصلت عندنا قبل كده، كانت واحده بقى رقدت قبل التانية، فقفلنا عليها وحطينا التانية في مكان تاني، ما رضيتش ترقد خالص والبيض باظ. فسيبيهم زي ما هما مكانهم يرقدوا فيه. واهم حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه وتدعميني، ويا ريت توصلي الفيديو ده ل1000 لايك. وهما بيبيضوا 3 مرات في السنه يا جماعه، من 8-10 بيضات في المره. بصوا بطنهم من ورا نازله ازاي، من ورا الحته دي نازله خالص. ممكن تحط لهم علف بياضه، دشيش، اي حاجه. ويا ريت لو على طول بقى خضره وحاجات من دي هتخليهم ما شاء الله. ده الدكر الوز الاسمر على النتايتين، والباقي احنا حاطين حاجه تانية. وهنا طلعته، بصوا مفيش حاجه عنده نازله خالص، ده منه لسه البطن الاخيره، فمش هيبيض دلوقتي. وما شاء الله لما تطلعي كده تلاقي البيت بسم الله ما شاء الله، الواحد بيفرح فعلا، لان ده رزق من عند ربنا، يا رب يرزقكم. والوزتين دول البيض والذكر دول هي دي تالت مرة ليهم عندنا او رابع مرة كمان، يعني دي مش اول مرة ليهم. طلعين عندنا دول اصلا عيالهم، طلعين عندنا قبل كده. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان الوزتين لما بيبيضوا ويرقدوا، الذكر ممكن يقعد اسبوع ما ياكلش، حرفيا اقسم بالله ممكن يقعد اسبوع. حصلت عندنا كذا مره يعني. اما رقدوا الاتنين، يعني واحده هترقد قبل التانية بيوم، يعني ممكن يرقدوا مع بعض. الذكر قعد اسبوع ما ياكلش، اطلع الاقي الاكل زي ما هو، لان هو بيزعل. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعموني، ويا رب يرزقكم. وانا حبيت اشارككم المفاجاه دي. مع السلامه.